بيبدأ فيلمنا بسباق عربيات اسمه لامانس مع شخص اسمه شيلبي ده بيكون أحسن متسابق عربيات في أمريكا، والسباق ده بيكون مدته 24 ساعة، فالمتسابق لازم يفضل فايق ومركز. في السباق شيلبي عينه ابتدت تقفل وكان عايز ينام، فما بقاش شايف أي حاجة، فقرر يسيب السباق وانسحب منه. بعد كده شيلبي قرر يروح للدكتور علشان يفهم ايه اللي بيحصل له ده، فالدكتور قال له إنه عنده مشكلة في القلب، فمش هيعرف يشارك في أي سباق بعد كده، ولو ما عملش كده ممكن تجيله أزمة قلبية في أي وقت وهو سايق ويموت فيها. شيلبي مشي من عند الدكتور منهار بسبب اللي سمعه. بعد كده بنشوف واحد فاتح مركز تصليح عربيات اسمه كين، ده كمان كان متسابق شاطر وبيفهم في العربيات كويس جدا، فكين ده كان داخل السباق ده بعربيته، بس واحد من الحكام كان بيشوف عربيته فلقى شنطة عربيته مش راضية تقفل، فقال له إن كده عربيته مش هينفع تدخل السباق. في نفس الوقت ده شيلبي كان واقف مع مدير شركة عربيات، فقال له إنه عايز حد يسوق عربيتهم في السباق ده لأن السواق بتاعهم ما قدرش يجي بسبب إنه تعبان جدا. شيلبي في الوقت ده سمع صوت كين عالي لأنه كان بيتخانق مع الحكم. كين ده أصلا كان صاحب شيلبي، فراح لهم وقعد يهدي الحكم علشان يقنع كين يدخل السباق. كين ساعتها مسك الشاكوش وفضل يضرب في شنطة عربيته علشان تقفل. شيلبي بعد كده خلص الخناقة، بعدها بنعرف إن كين خلاص هيدخل السباق، فشيلبي قال لكين إنه كان واقف مع مدير شركة عربيات كبيرة والشركة دي عايزين حد يسوق عربيتهم، فسألوا إيه رأيه لو هو اللي راح يسوق لهم عربيتهم. ساعتها الشركة دي كانت جديدة مش معروفة بين العربيات اللي موجودة، فرفض كين، لكن شيلبي قال له لو دخلت بعربيتك دي انت كده هتخسر. اتعصب كين من كلامه جدا فرمى عليه مفتاح تصليح العربية، ده اللي خلى ازاز عربيته يتكسر. بعدها خد شيلبي المفتاح علشان يديه للمساعد بتاعه وقال له يعلقه عنده في المكتب. بنعرف ان شيلبي ما بقاش بيدخل مسابقات، بس فتح مركز للعربيات كبير بيصلح فيه العربيات، كمان كان شاطر جدا في الشغلانة دي. بعد كده كين دخل السباق ده بعربيته وكان متفوق على كل المتسابقين كالعادة. بنشوف بعد كده الضرايب رايحة للمركز بتاع كين، هناك كانت مراته موجودة فحجزوا على المركز ده لأن كين كان عليه فلوس للضرايب. بنرجع تاني للسباق، كين كان هو اللي سابقهم كلهم وعرف يكسبهم كلهم. كل ده شيلبي كان واقف بيتفرج عليه، كمان ابنه كان واقف علشان يشجعه. بعد ما خلص السباق وجا الليل روح كين لبيته على كتفه ابنه لأنه كان نايم. بعدها قعد مع مراته اللي قالت له إن الضرايب جم النهارده وحجزوا على المركز، بكده بقى عندهم مشكلة مالية كبيرة جدا، بس طمنها كين وقال لها إن الوضع الوحش ده هيعدي خلاص. تاني يوم كان في صاحب شركة عامل اجتماع لكل الموظفين. صاحب الشركة ده كان اسمه هنري، وهددهم إنه هيرفدهم من الشغل لو ما جابولوش أفكار جديدة، وأي حد مش بيفكر في التجديد يعتبر نفسه بره فريق عمل الشركة. بعدها عمل اجتماع الإدارة علشان يبلغهم نفس الكلام، فبنشوف مدير التسويق اللي في الشركة كان بيعرض شوية أفكار جديدة في الاجتماع، وكان المدير التنفيذي بتاع الشركة اسمه ليو قاعد جنب هنري، وكان عمال يتريق على الكلام والأفكار اللي مدير التسويق قاعد بيقولها. بس مدير التسويق قال لهم إن صاحب شركة فيراري خلاص فلس، فدي هتكون أنسب فرصة إنهم يشاركوهم في الشركة بتاعته. فهنري أعجب جدا بالفكرة وقال لمدير التسويق إنه هو اللي هيكون مسؤول عن الموضوع ده من دلوقتي. في الوقت ده فيراري كانت من أحسن وأقوى الشركات اللي بتعمل عربيات سباق، فراح مدير التسويق اللي كان اسمه لي لشركة فيراري في إيطاليا، هناك استقبلوه أحسن استقبال. بعدها قابل صاحب الشركة وقدم له العرض بتاعه، فصاحب فيراري قال له يرتاح شوية ولا يروح يشرب له حاجة لحد ما يقروا العقود. بعد ما صاحب فيراري خلص سأل لي لو عايز يدخل سباق لامانز وانتوا رفضتوا ايه اللي ممكن يحصل. قال له لو احنا رفضنا مش هينفع تدخلوه. اتعصب صاحب فيراري وأمن على مكتبه علشان يهزقهم، بعدها رفض الشراكة معاهم وقال لي يبلغ هنري ان هو فاشل وشركته دي هتفشل قريب جدا. بعد كده رجع لي لهنري في الوقت ده عرفه اللي حصل واللي صاحب فيراري قالوا عنه عن شركته. هنري اتعصب جدا وقرر ينتقم من صاحب فيراري ويصنع عربية سباق ياخد بيها بطولة سباق لامانز، وطلب من لي انهم هما اللي يتولوا الموضوع ده. كمان قال لهم ان ميزانية صناعة العربية دي مفتوحة، من هنا بتبدأ الشركة تصنع عربية سباق جديدة. بعد كده راح ليه مركز شيلبي، هناك عرفوا ليه بنفسه وسأل شيلبي ايه اللي مطلوب وايه اللي محتاجينه علشان نفوز بسباق لامانز، بما ان شيلبي قديم في السباق ده غير انه الامريكي الوحيد اللي خد البطولة دي. فشيلبي قال له انه صعب يعمل عربية في الوقت الصغير ده. في الوقت ده كان فاضل 90 يوم بس على السباق. ليه قال له ان الميزانية مفتوحة، فأي مبلغ هيحتاجه هيلاقيه قدامه، ده غير ان هو اللي هيكون مسؤول عن صناعة العربية دي. شيلبي قال له الفلوس مش هتشتري الفوز، بس هتخليك تشتري الراجل اللي هيخليك تفوز. بعد كده شيلبي خد بعضه وراح لكين المركز اللي بيشتغل فيه بعد ما المركز بتاعه اتقفل. بعد كده خده علشان يروحوا مطعم وهيقول له فيه انه دلوقتي بقى المسؤول عن صناعة عربية سباق وكمان عايزه يشتغل معاه. كين قال له فكك يا عم، دول كلهم منافقين وكل اللي بيهمهم هو مصلحتهم بس، ده غير ان شغلهم صعب جدا. شيلبي قال له طب فكر وتعالى المعرض بتاع الشركة ده بكرة علشان تتفرج. تاني يوم بيجي بنشوف كين وابنه فعلا راحوا للمعرض
المعرض. ابنه ساعتها كان بيتفرج على العربية وفتح الباب بتاعها، فليو قال له مش باللمس يا حبيبي. بعدها راح لكين علشان يقول له قول لابنك ما يلمسش اي عربية هنا. كين قال له انت مين انت عشان تقول له كده؟ قال له انه اسمه ليو ويبقى المدير التنفيذي للشركة. سكت كين وخد ابنه وبعدها دخلوا المعرض. شيلبي في الوقت ده قابله وقال له انه اتبسط جدا انه جه. بعد كده شيلبي طلع يتكلم وقال للصحفيين في الوقت ده، قال ان في عربية جديدة بتتصنع هتنافس في السباقات. كل ده طبعا كان توقع. بعد كده روح كين البيت، هناك لقى شيلبي في وشه وقال له تعالى معايا مشوار مش هنتأخر فيه وهترجع على طول. كين قال له انت مش شايف الساعة كام ولا ايه؟ شيلبي قال له هي نص ساعة بس وهترجع على طول. فعلا اتحرك كين معاه وخدوا شيلبي على المركز بتاعه علشان يفرجوا على العربية اللي هيعدلوها علشان تبقى عربية سباق. كين عجبه شكل العربية، بعدها ركبها علشان ياخد بيها لفة. بعد كده رجع لشيلبي تاني وقال له ان العربية مش حلوة، ده غير انها محتاجة تعديلات كتير في كل حاجة فيها. معنى كده ان كين اقتنع انه يعمل مع شيلبي العربية، فهيبدأوا في التعديلات. بدأوا فعلا في التعديلات وقعدوا يجربوا قطع غيار وموتور جديد علشان يحاولوا يوصلوا لأحسن أداء العربية ممكن تعمله. بعد كده كين طلع يجرب العربية بعد ما ظبطوها شوية، بس بتكون لسه محتاجة شوية تعديلات. في الوقت ده دخل عليهم المدير التنفيذي علشان يتابع الشغل. بعدها قال لشيلبي ان كين ما ينفعش يكون هو سواق العربية، لان كين مهمل ومش بيهتم بالتعليمات، ده غير انه ما ينفعش يبقى هو واجهة الشركة. قال له كمان ان ده قرار نهائي، يعني كين مش هيسوق، مش بيكون في ايد شيلبي حاجة علشان يعملها لان القرار بايدهم هم. بعدها راح شيلبي مكتبه ومعاه كين وقال له انه مش هيسوق العربية. وتاني يوم كان خلاص السباق الربع النهائي للبطولة. جه يوم السباق، ساعتها كين كان بيسمع السباق في الراديو وعرف ان الشركة خدت مركز قليل لان السواق مش واخد على العربية. تاني يوم شيلبي راح لهنري علشان يقول له ان اللي بيحصل ده غلط. لما دخل مكتب هنري قال له قول لي على سبب واحد يخليني مرفدكش انت والفريق اللي شغال على صناعة العربية، لان شركته خدت مركز وحش. شيلبي قال له ان العربية اصلا جابت سرعة كويسة جدا، يعني العربية ادائها كويس، فالمشكلة مشكلة السواق اللي كان اختيار ليو. قال له كمان لو ناويين يكملوا في السباقات فلازم يكون هو المسؤول عن القرارات ومش هينفع يكون في ايد كذا واحد. هنري قال له ان الشركة دي ملهاش غير صاحب واحد هو اللي بيوزع المهام. كمان قال له انه من دلوقتي المسؤول عن العربية والسباقات اللي هتدخلها. حس شيلبي بانتصار لان ليو كده مش هيتدخل تاني. راح شيلبي لكين البيت علشان يقول له انه بقى المسؤول عن السباقات وسواقة العربية. بعد كده رجعوا تاني المركز وبدأوا يكملوا تعديلات العربية. بعدها كين خد العربية علشان يجربها بره على الطريق. في الوقت ده شيلبي جاله مكالمة من لي بيعرفوا فيها ان ليو اقنع هنري انه يرجع يمسك المشروع تاني، فهيروحوا له بكره علشان يقولوا له الخبر ده. في الوقت ده كين كان بيجرب العربية بره، بس فجأة فرامل العربية خلصت فولعت العربية. شيلبي لما شاف المنظر ده رمى التليفون علشان يطمن على كين بسرعة. بعدها طلعوه من العربية وهو سليم. بعد كده دخلوا المركز. هناك قال كين لشيلبي في ايه شكلك متغير، هو في حاجة حصلت؟ شيلبي قال له ولا حاجة، خليك انت بس في التعديلات وسيب الباقي عليا. تاني يوم هنري وليو راحوا لشيلبي علشان يعرفوه الاخبار اللي هو اصلا عرفها امبارح، بس شيلبي عمل خطة هنعرف ايه هي حالا. ليو قال لشيلبي عايزك في المكتب علشان نتكلم، لانه كان عايز يقول له انه بقى المسؤول. راح ليو معاه المكتب بس طلع من المكتب بعد ما حبسوه جواه. بعد كده راح هنري وقال له تعالى اوريك العربية بقت عاملة ازاي. بعدها ركبوا سوا العربية علشان يفرج هنري قوة العربية. بعد كده وقفوا في نص الطريق. في الوقت ده شيلبي قال لهنري ان العربية قوية ومحتاجة سواق قوي. هنري قال له فعلا كلامك مظبوط. فاستغل شيلبي الموقف وقال له السواق لازم يكون كين علشان هو اكتر واحد يعرف العربية دي. بس هنري قال له ان المسؤول دلوقتي هو ليو، يعني هو اللي يوافق او يرفض الكلام ده. قال له شيلبي طب على الاقل خلي كين هو اللي يسوق في نصف النهائي، ولو كسب يبقى يسوق النهائي. هنري قال له طب لو خسر؟ قال له شيلبي يبقى كده حلال عليك المركز بتاعي وهيبقى ملك ليك. هنري وافق طبعا بالعرض ده لانه عرض لقطة. بنروح بعد كده اليوم عرض النصف النهائي. فعلا كين دخلها بالعربية بتاعت الشركة وكان متفوق على كل المتسابقين وعرف يكون هو الاول. في الحالة دي الاتفاق اللي بين هنري وشيلبي لازم يتنفذ، يعني كين لازم يسوق سباق لامانز. كلهم بيكونوا فرحانين وبيحتفلوا بكين. بعد كام يوم بيجي يوم سباق لامانز وكل المتسابقين استعدوا علشان يبدأوا البطولة، بس كين حصل معاه حاجة غريبة لانه كان متأخر جدا في السباق، واللي كان سابقهم هم عربيات فيراري، لان باب عربية كين ما كانش راضي يقفل، فده اللي خلاه مش مركز في السواقة. بعد ما خلص كين اول لفة راح للفريق بتاعه علشان يقفلوا الباب. فعلا قفلوا له الباب وبدأوا اللفة التانية، وبرضه كان متأخر عن المتسابقين، بس المرة دي ما كانش في حاجة معطلاه، فبدأ يرجع لمستواه تاني ويسبق. بس عربيات فيراري برضه كانوا سابقينه، ففضلوا كده لحد بالليل وبرضه كان واخد المركز التاني، بس فرامل عربيته خلصت فكان لازم يغيرها. بعد كده وصل للفريق بتاعه علشان يغيروا له الفرامل. اول ما بدأت الفرامل تتغير صاحب فيراري شافهم وراح يبلغ الحكام، وواحد من الحكام راح لهم علشان يقول لهم ان اللي بيعملوه ده غلط. شيلبي وكين قالوا لهم انهم
قروا القواعد كويس ومفيش حاجة بتقول إن اللي بنعمله ده غلط، ده غير إن مكتوب في القواعد إنهم ممكن يغيروا أي قطعة خارجية، والفرامل دي من القطع الخارجية. اقتنع الحكام بكلامهم وسابهم يكملوا. رجع كين السباق تاني وكان خلاص قرب يسبق عربية فيراري، بس اللي كان سابق عربية فيراري فضل يدوس على الدواسة جامد، ده اللي خلى الموتور بتاعه ما يستحملش والعربية وقفت منه. بكده كين بقى الأول وهو اللي هياخد البطولة. تاني يوم بتكون البطولة خلاص بتخلص وكين كان متفوق على كل المتسابقين، فليو فكر في فكرة وقالها لهنري، هي إنهم عايزين العربيات بتاعتهم اللي في السباق اللي هم التلاتة يوصلوا مع بعض لحد النهاية علشان تبقى دعاية للشركة. هنري وافق على كلامه، بعدها قال له يبلغ شيلبي. لما قال لشيلبي رفض وقال له إن كين سابقهم بكذا لفة. كين في الوقت ده كان في الاستراحة وشافهم وهما بيتكلموا. بعدها راح شيلبي لكين علشان يقول له اللي هم عايزينه، كمان قال له إن القرار في إيده. لما سمع كين الكلام ده اتعصب جدا ورجع السباق تاني. في الوقت ده كان سايق بأقصى سرعة كأنه طاير على الطريق، بس قبل ما يوصل النهاية هدى العربية علشان يعمل لهم اللي طلبوه، وفعلا استنى العربيتين التانيين لحد ما وصلوا التلاتة خط النهاية مع بعض. أول ما خلصوا البطولة لقوا الناس مهتمة بواحد تاني من الشركة، ففهموا إن دي كانت خطة من ليو علشان كين ما ياخدش البطولة. وبنعرف إن الخطة هي إن اللي كسب ده أصلا بدأ من نقطة أبعد من كين، يعني هو اللي ليه الحق إنه يكسب البطولة. بس شيلبي وكين ما ركزوش في النقطة دي. شيلبي وكين اتضايقوا جدا، بعدها مشيوا من المكان. في يوم من الأيام كين كان بيتدرب بالعربية وشيلبي كان قاعد بيتفرج عليه، وفجأة العربية اتقلبت بكين. بس في الحادثة دي كين ما كانش مأمن نفسه، فأول ما العربية اتقلبت مات على طول، ومحدش كان مصدق اللي حصل. بعد 6 شهور راح شيلبي لابن كين علشان يديله مفتاح تصليح العربيات، وقال له فاكر المفتاح ده بتاع ايه؟ قال له ايوه ده المفتاح اللي بابا رماه عليك. فشيلبي قال له حصل، فاحتفظ بيه بقى وخليك راجل زي ما كين دايما بيقول عنك. ومشي شيلبي من عندهم. بعدها اتعلق لكين شهادة تقدير في قاعة تكريم سباق السيارات، وشيلبي بقى من احسن مصممين العربيات اللي في العالم. ده غير ان العربية اللي صنعها هو وكين خدت بطولة لامانز اكتر من سنة، وبقت هي العربية الامريكية اللي فازت في السباق ده. بكده بيكون خلص فيلمنا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة، واستنونا في الفيديوهات الجديدة. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية. سلام.